مساء الخير، يا رب يكون كل الجميع بخير. معايا النهارده حاله مميزه جدا جدا جدا، بس احنا طبعا مش هينفع نجيبها، بس هي هتسمعنا الفيدباك بتاعها. ما شاء الله هي ابتدت معانا 92، احنا النهارده 88 65 جرام. ابتدت نسبه الدهون بتاعتها 43 و700، احنا النهارده 42 600. ابتدت الدهون الحشويه بتاعتها 12، احنا النهارده 11 ونص، طبعا مع كتله عضليه مع ميه مع ما شاء الله تغذيه 100%. قولي لي فرق معاكي الاسبوع الاولاني ده في ايه؟ فرق معايا زي ما قلت لحضرتك يا دكتور. اولا انا بشكرك اول حاجه على بجد مجهودك معايا والنصايح اللي حضرتك اديتهاني والنظام اللي حضرتك بتديهولي. بالنسبه لي فرق معايا في الحركه، في حركه البيت، في شغل البيت، مع اولادي، مع النزول والطلوع على السلم او الحركه في الشارع والمشي. فرق معايا في الصلاه، بقيت الحمد لله اقدر ارفع واسجد براحتي الحمد لله. نفسيا بقيت احسن بكتير. برافو عليكي. شرب الميه فرق معايا ببشرتي وشكلي والحركه بتاعتي. الكلام ده يا جماعه في اسبوع واحد ما شاء الله هي دخل لها كل العناصر الغذائيه اللي جسمها محتاجها. طيب تنصحي الناس اللي هي بتقعد تقول لك انا ببتدي دايت وببتدي نظام غذائي وشكلي بيختلف وما بقاش قادره اقوم وبطول الوقت مصدعه وطول الوقت جعانه خالص؟ حصل معاكي كل الحاجات دي؟ ولا اي حاجه، ولا حسيت بجوع، ولا حسيت باي ارهاق او تعب او قله نوم او تغير في المزاج، مفيش الكلام ده خالص، كله كان مش طبيعي، بالعكس بقى احسن. برافو عليكي. غير كده كمان كل اصلا انا لما يعني كنت الاول ما بحبش ابص لنفسي في المرايه. صحيح. ما كنتش بحب البس هدوم معينه. لا انا حاسه هو اسبوع بس نفسيا حاسه ان انا واحده ثانيه. اختلف معاكي خالص الحمد لله خالص. ده نتاج انه دخل لها كل العناصر الغذائيه اللي جسمها محتاجها، نظام غذائي ليها هي بالزبط. لحالتها هي، لصحتها هي، مش دايت لكل مواطن اللي هو الدايت ده بياخده ده بياخده ده، فطبيعي ان هو يحس بارهاق. احنا النهارده الرساله بتاعتنا لكل حد بيقول انا باخد نظام غذائي مش مناسب ليه، عشان هو مش بيبقى معمول لك انت، بتبقى ورقه دايت لكل مواطن كل الناس بتاخده. فكل ما كان النظام ليك انت بفيتاميناتك اللي ناقصاك بكل الحاجات العناصر الغذائيه اللي جسمك محتاجها، هي دي بتبقى الرساله وهو ده بيبقى الفيدباك. فاحنا النهارده نصيحتنا لكل حد ابتدى ما تاخدش دايت لكل مواطن، شوف اللي يناسبك مع دكتور يكون متخصص ويكون عارف جسمك رايح فين وجاي منين وايه اللي ناقص فيه وايه الزايد فيه، فامشي صح عشان تبقى دي هي دي النتيجه. انا مبسوطه بيكي وحقيقي متشكره جدا يا دكتور ليكي، ومتشكره على اللي حضرتك يعني بتعمليه معايا. وغير كده كمان حضرتك ما بتاثريش في اي شيء، انا لما ببعت لحضرتك او بكلمك على طول الرد بيبقى على طول. ده حقك بصراحه يعني، فانا متشكره جدا. انا نفسيا مرتاحه الحمد لله، وهكمل وهوصل للمثالي مع حضرتك ان شاء الله. كده كده المثالي معايا ان شاء الله. بس انت النهارده دعم لناس كتير جدا بتقول لك اصل انا الدايت ومش الدايت. لا يا جماعه خالص. الدايت ملوش علاقه، التغذيه هي اللي ليها علاقه. احنا ما خلينا ما نمشيش دايت، خلينا نمشي تغذيه، ندخل عناصر غذائيه جسمنا بيفتقرها فبنبتدي ندخلها بطريقه صح. فانا مبسوطه بيكي وسعيده بيكي، وربنا يوفقك ويوفقكم جميعا ودمتم اصحاء. شكرا.